19 ديسمبر 98 كان بداية ميعاد جديد لكل الأطفال ومعاهم الأهالي إنهم يتجمعوا على الفطار في رمضان يسمعوا محمد منير وهو بيغني لأبو كف رقيق وصغير. بكار صاحبنا الجديد اللي من قلبه وروحه مصري، النيل جواه بيسري، مش بيسري عادي، لأ بيسري، بيقف للأشرار، بيدافع عن الحق، حنين وبيهتم بالحيوانات. هو بيهتم بيهم زيادة عن اللزوم بس قشطة، يعني حاجة دافية وجميلة جدا، أجواء بريئة ونقية، وهو ده شكل الكرتون اللي هنعتمده في مصر لسنين طويلة. هنشوف في الفترة دي حاجات زي زازا وجرجير وسنوحي وأعمال تانية غيرهم. منى أبو النصر الست العظيمة اللي قدمت لجيلنا كتير من المتعة سواء وهي مخرجة أو بعد رحيلها، وده من خلال إنتاجات استوديوهاتها دي اللي هتقدم لنا سنة 2007 كرتون مختلف تماما عن الشكل الفريندلي اللي عرفناه قبل كده، ومن إخراج ابنها المخرج شريف جمال، ومن تأليف الكاتب الساخر عمر طاهر، وبأفكار أبعد ما تكون عن تسلية لطفل. ده كرتون لا ثواني، ايه اللي يخلينا ننقل من كرتون كل الابطال بتوعه ملايكة بيحبوا بلدهم بيحافظوا على نظافة شارعهم وفجأة نعمل حاجة فيها جرأة في الافكار ولغة مش مناسبة للاطفال؟ الإجابة زمان في بداية صناعة السينما في أمريكا كان عندهم محاذير أخلاقية وسياسية ودينية كتيرة جدا. والله كان عندهم قائمة ممنوعات كبيرة جدا. طب نعمل ايه؟ عايزين نقول الافكار اللي عندنا، ومن هنا يبتدوا يعملوا كرتون، وفي الكرتون ده يخلوا الشخصيات تلبس زي ما هم عايزين، يشربوا الحاجات اللي هم عايزينها ويتكلموا براحتهم، والرقابة مش هتعترض. وتمر الايام ويفضلوا يقدموا اشكال مختلفة للرسوم المتحركة ما بين الفاميلي فريندلي والنوع التاني ده، لحد مع الوقت النوع التاني ده بقاله تصنيف اسمه الادلت انيميشن. انيميشن رسوم متحركة بس هدفها مش الطفل، هي موجهة أكتر للكبار. ونبتدي نشوف حاجات زي سيمبسونز، فاميلي جاي، وبعدهم بوجاك هورسمان، ريك اند مورتي. أفكار فلسفية فيها سخرية من كل حاجة في المجتمع، ألفاظ جريئة ومشاهد أكيد مش مناسبة للأطفال. ثانية واحدة، يعني أنا لو عندي فكرة عايز أقولها بس الرقابة عندي مش هتسمع بيها، الحل إن أنا أعملها أنيميشن؟ في 2007 تتعرض أول حلقة من سوبر هنيدي، واللي موضوعها بيتكلم عن راجل خليجي بيستعين بسوبر هنيدي علشان يدور له على الشغالة الفلبينية اللي هربت من عنده. كان بيتقال عليها شغالة وقتها، ما كانش لسه اسمها الست اللي بتساعدنا في تنظيف البيت. طب أنا عايز أجيب رجل المشاهد الكبير اللي هو أصلا هيستهيف يقعد يتفرج على كرتون، فقام راسم لك الممثلين زي ما هم كده بأشكالهم في الحقيقة، ادالهم نفس أسمائهم الحقيقية: هنيدي، طلعت أو صلعت كلب البحر، شخصيتي المفضلة بالمناسبة. طب ما تبيعهاش وعيش في الساحل الشمالي، اهو كله بحر. بصراحة أنا ماليش في الساحل الشمالي، بحس إنه مش من مستواي. بيقول لك هم دول الممثلين اللي انت عارفهم، تعال اتفرج بقى. في حركه روشه منهم عملوا شخصيه صاحب القهوه على هيئه سامي العدل، ما تفهمش بقى ده كان دوره هو ما عملوش ولا دي نكشايه منهم، بس ايا كان هي حركه حلوه. لا بقى خلاص لما يبقى يرجع من ليبيا. وفي لفته تانية كيوت خلوا شخصيه ام حنان ترك تبقى نفس شكل وصوت شخصيه جواهر من فيلم الناظر، كتكريم لروح علاء ولي الدين الله يرحمه. اوعى يا بت، اوعى حسبي وريني. وهكذا باقي الشخصيات المشهورة: عمرو أديب، منى الشاذلي، عمرو دياب، هيفاء وهبي. ليه بقى الناس دول موجودين؟ لأنهم كانوا بيسخروا من قضايا حقيقية منها الفنية وغيرها كمان من القضايا المعاصرة زي أزمة رغيف العيش، استيراد 80 طن لحوم من اثيوبيا، وأزمة الهجرة اللي غير شرعية. ومن هنا الناس اتأكدوا انهم قدام منتج مختلف. خليه عدو الفساد نمرة واحد فيك يا مصر. ايوه، يبقى ناوي تخليه يرشح نفسه في الانتخابات يا حاج دوكهم. بقول لك هخليه عدو الفساد. انت ايه ما بتفهم؟ طبعا ده لو كان في حاجة تانية غير الانيميشن كان هاتك يا قواضي، لكن الانيميشن ادالهم حرية يخبطوا في شخصيات حقيقية ويتكلموا في كل القضايا براحتهم، ولو حد كلمهم هيقولوا له ايه يا غالي، ده كرتون، هتعمل عقلك بعقل منتج للاطفال؟ حركة صايعة بصراحة وأول مرة تتعمل في مصر، وسوبر هنيدي أول سوبر هيرو مصري. لا تقول لي بقى تاج ولا تقول لي الرجل العناب، قدرته الخارقة إنه مصري بس قادر يعيش في البلد دي وقتها يعني. يا رب. بس لا للأمانة هو ممكن يكون أول سوبر هيرو، بس ده يا جماعة مش أول كرتون مصري للكبار، كان في حاجة قبله. طبعا كلكم عارفينه بالمسلسل اللي كان بيخوفنا واحنا صغيرين، وان ازاي يعني كرتون للاطفال ويبقى بالمنظر ده، والاجابه ببساطه عشان هو مش معمول للاطفال اصلا.
تصميم العرايس على هيئة ممثلين قدام ما كانتش أكتر حاجة متقنة بالنسبة لزماننا ده، لكن بمقاييس وقتها سنة 2000 اللي فات سات أول برنامج رسوم متحركة للكبار كان مبهر جدا. لكن الحقيقة إن عادل مكين مخرج العمل مع سمير حبيب مبتكر الفكرة كان همهم أكبر من كده بكتير من كون إن العرايس تبقى بتخوف ولا لأ. همهم كان مناقشة الفساد وغلاء الأسعار والواسطة والفن الهابط، بس طبعا من غير ما يضطروا يواجهوا الرقابة، فلجأوا لحل العرايس ده، خصوصا إن وقتها بوجي وطمطم كان بدأ موجة من الأعمال الكرتونية اللي معمولة بعرايس متحركة. بس ده فيلم ما فيهوش إغراء ولا حاجة، ده متصور كله في محل جزارة، وهي اللحمة برضه في الزمن اللي احنا فيه ما تبقاش إغراء. تمام. العمل ده كان عايز يعدي الافكار بتاعته من تحت ايد الرقابه، بس واضح كده ان وهي بتعدي من تحت ايد الرقابه عدت كمان من قدام عين المشاهد، لان الناس دي كانت بتحاول تطلق صرخه ما كده افتكرت الجنيه بتاعنا واللي هو فيه انشراح، عايزهم يحطوه في عوامة عشان ما يغرقش في البحر اللي هو عايم فيه. يا دي النيلة بقى. والصرخة دي تاهت وسط انه كرتون، وتسطيح العمل واختزاله في كونه مجرد عرايس بتخوف وبس خلى ناس كتير ما تاخدش بالها من الرسالة اللي فيه. الناس ركزوا في وشوش العرايس وما ركزوش وقتها في كم القضايا والمشاكل اللي ناقشها العمل، مع ان البطل اسمه محدود الدخل مفيش بعد كده مباشرة، وعلى طول عنده أزمة مع مديره الفاسد، وكالعادة برضه بتتكرر معانا السخرية من حال الفن وقتها، وده بيبان من خلال شخصية الرقيب على المصنفات الفنية. بمناسبة الفنية والممثلين والحاجات دي بقى، حد فيكم فاكر اي كلام فاضي معقول؟ طارق راشد مخرج رسوم متحركة مصري قدم لنا زمان المغامرون الخمسة، وبعد فترة كبيرة من الغياب رجع لنا ب2 ادلت انيميشن مرة واحدة كده. اي كلام فاضي معقول، واللي بيسخر فيه من حال الفن ومن حال الاعلام المصري واللي كانوا في حالة متدنية، ناس اصواتهم زي الزفت ومع ذلك مشهورين، شوية مطبلاتية ومع ذلك بيتصدروا المشهد الاعلامي، والمفروض ان هم دول اللي هيقولوا لك الحقيقة، مع العلم ان لو الدنيا بتولع بره ولا حد مات مش هيجيبوا سيرته وهيركزوا مع اخبار تانية تافهة. الحمد لله ان احنا مفضلناش على الحال ده، الحمد لله. المسلسل التاني سلطة بلدي. انت لو عايز تقول ان الناس بقوا عاملين زي الحيوانات في فيلم هتتعب، يعني هتقعد تعمل لها اسقاط وبتاع، هنا انت مش محتاج اسقاط، اديها لنا في وشنا صايمه. سلطة بلدي، واللي مفهوم طبعا انه مصطلح بيشير للعبث والفوضويه، بيتعامل مع فرضيه ان العالم اللي احنا عايشين فيه ده زي ما هو بكل ما فيه من مشاكل وقوانين فاسده، بس اللي عايشين وقابلين كل ده مش البشر، هم حيوانات. وعادي، هو حتى مش بيحاول يبرر لك سبب ده، هو بيتعامل مع الموضوع على ان يعني ما ده الطبيعي. وجوه المسلسل الاسقاطات واضحه جدا، زي ان الموظف كلب وان المدير حمار والمتحرش خنزير، وبيحاولوا طول الوقت ان هم يسلطوا الضوء على قضايا مهمه زي الرشوه برضو وغلاء الاسعار. واللي مستغرب ان المصطلح ده بيتكرر معانا كتير في الحلقه دي، كانت قضيه كده موجوده زمان بتتناقش في الاعمال الفنيه لحد 2013، بس من ساعه ما اختفت والمصطلح ده اختفى معاها. الحمد لله. وبعد العملين دول جت الثورة، وده من رحمة ربنا بطارق راشد مخرج العملين طبعا. ومن بعدها اتعمل آخر أدلت أنيميشن مصري اتعرض على التلفزيون، باتمان. الفنان باتمان بفرضية هزلية عن باتمان اللي ساب أمريكا ونزل مصر تحت اسم مات نام. وهنا بقى كان عادي، خبط براحتك، احنا كده كده بعد الثورة والدنيا مفتوحة على البحري، وكل حاجة في العمل ده كانت مباشرة، حتى في التتر بيكتبها لك صريحة كده، مش للعيال. ومن وقتها ما شفناش نوع الانيميشن ده بيحصل عندنا في مصر تاني، ده لو هنستثني الأجزاء الجديدة من سوبر هنيدي اللي ما بقتش بنفس الجودة ولا بنفس الجرأة. طب ليه بقى؟ لا مؤاخذة بقى، اصل دي ساعة غدا وبتاع، فكانوا بيعرفوني ان هم هيغرفولي، فانا قلت لهم على ايه، لا يعني مش لازم تغرفولي دلوقتي. نرجع لكلامنا، ليه ما بقاش في النوعية دي من الاعمال اللي بتنتقد من تحت لتحت؟ لان رقم واحد، احنا في مناخ حر بيسمح للكل انه ينتقد براحته في العلن، وعندنا مساحة كبيرة للابداع والكلام عن اي موضوع بحرية، وده من اول صناع السينما ولحد صناع المحتوى. يعني انا مثلا اقدر اقول كل اللي انا عايزه من غير الخوف لا من الانظمه ولا حتى من الناس، اصلا انا عارف مهما انتقدت مش هيتقال لي حاجه، مستحيل هلاقي الناس بتقول عليا اخواني علماني ليبرالي او اي تهمه من اي نوع علشان بس اتكلمت. وبصراحه حتى لو قالوا كده الناس عندهم حق، اصل ليه يعني حد ينتقد؟ ليه ندس السم في العسل؟ ليه؟ رقم 2، هي فين اصلا المشاكل اللي هننتقدها في كرتون للكبار فقط ولا في اي عمل فني تاني من اي نوع اصلا؟ فانا هنا مش حابب ابقى مواطن سلبي وبعرض الاعمال اللي سخرت من المشاكل ايام ما كان عندنا مشاكل، بس لما يبقى في حاجات كويسه نسكت. لا، احنا لازم نستخدم سلاح زي الفن لعرض الايجابيات. وعلشان اكون عملي وبقدم اقتراحات، حابب اعمل لكم برزنتيشن سريعه كده عن الادلت انيميشن اللي نفسي اعمله. دهشان مان موظف في أواخر ال50 عايش في شقة تمليك وبيركب ببلاش،
بيركب المترو ببلاش لان معاه تذكره كبار السن. بعد ما بيطلع على المعاش بيلاقي عنده وقت فراغ كبير، وهنا بيكتشف ان عنده قدره خارقه على الاندهاش من اي حاجه مهما كانت تافهه. يعدي يلاقي كوبري جديد طلع، يفرح ويهلل ويقول سبحان الله. شجر اتشال علشان يتحط مكانه تماثيل شبه المسوخ بالظبط، يتبسط ويقول سبحان الله. عماير جديده وكافيهات طالعه تداري منظر البحر، يقول سبحان الله. الناس في الشوارع طالعان ميتين ابوهم، بيكلموا نفسهم مش عارفين هيلاقوها منين ولا منين، عايزين حد يطمنهم، بس الحمد لله عندنا اكبر نجفة في العالم، سبحان الله. يعدي من قدامه عيل كده عامل ديل حصان ولا تاتو ورايح درسه في امان الله، يدعي عليه الاول علشان ده طبعا هو اللي هيرجع البلد لورا، وبعد كده يقول سبحان الله. يعدي من قدامه فيديو زي ده يسب لصاحبه 100 مله ودين، وبعد كده يقول سبحان الله، وهكذا بقى. ده بصراحة البطل المصري المناسب للمرحلة اللي احنا فيها دي، المرحلة اللي مش مستحملة أي كلام أو نقد أو استظراف، مش مستحملة إنك تتكلم أصلا. بص اقعد ساكت، مهما حصل حواليك قول سبحان الله، حتى لو الحقيقة كانت هتخرم عينك قول سبحان الله واسكت. وأنا هكون أول واحد يعمل بالنصيحة دي، وهبعد عن المواضيع العجيبة بتاعت الكرتون دي، وهتكلم عن حاجة تهمنا كلنا. هعمل حلقة جديدة قريب عن ممثل كوميدي كلنا بنحبه، ومش طالب منكم غير شوية حاجات بسيطة، لايك وسبسكرايب وكومنت تقولوا فيه سبحان الله. لو هشحت كده محبش الا هو.